اي مريض سكر نوع تاني العلاج لوحده بالنسبه لك مش كفايه. ده بجد قولا واحدا. يعني انت هتمشي النهارده على علاج وتقول انا باخد علاج السكر وبالتالي مفيش مشكله والسكر هيتظبط؟ مش هيحصل. كل اللي بيحصل ان انت بتاكل غلط وبتاخد علاج فالسكر عالي، فبتروح لدكتور السكر تتابع معاه يقول لك بعد اذنك العلاج مش جايب نتيجه، هنزود الجرعات. وهكذا لغايه ما اوصل لمرحله في الاخر الاقي نفسي باخد انسولين، وشفتها مع ناس كتير جدا. مريض السكر العلاج بتاعك هو العلاج بتاع السكر مع نظام غذائي مناسب لحضرتك، وزي ما شرحتها كذا مره، كميه نشويات نوعيتها معقده، كميتها محسوبه بلو كارب على حسب السعرات الحراريه بتاعت اليوم بتاعك، على حسب وزنك وسنك ونشاطك البدني. النظام الغذائي مع العلاج بتاع السكر الاثنين مع بعض هم دول حل الدايليما بتاعت السكر اللي هتخليك ترجع شخص طبيعي. لو ما عملتش ده، يعني مشيت على علاج بس مش هيحصل انك تتعالج من السكر. لو مشيت على نظام غذائي بس، انا بسمعها مع ناس كتير قوي، ما ينفعش يبقى التراكمي عندي 8 ولا 9 وقياسات السكر كلها عاليه وتقول لي انا همشي بنظام غذائي بس. ليه مش هينفع؟ لان انت النهارده انت طالما السكر وصل للمرحله دي معناها ان في اجهاد حاصل للبنكرياس وافراز الانسولين بدا يقل. زي بالظبط كده اما حد مثلا رجله اتشرخت مثلا يعني، فبتروح للدكتور بتاع العظام بيقول لك هنحط كبيره ونمشي على عصايه لمده اسبوعين ثلاثه مثلا، وبعد كده ليه بقى؟ عشان بريح رجلي دي، عشان يحصل لها التئام، عشان تبدا الجسم يعمل لها هيلينج فاعرف ادوس عليها تاني. نفس الكلام مع علاج السكر. حضرتك البنكرياس عندنا فيه مشكله، حصل له اجهاد بنسبه ما فبدا افراز الانسولين يقل. حلو جدا. انا النهارده لما بدي علاج بساعد البنكرياس انه يهدى، ان انا ما بقاش عامل ضغط عليه، لودنج على البنكرياس، فبحافظ على الخلايا اللي موجوده في البيتا سيلز اللي بتفرز الانسولين انها تفضل سليمه. اتفقنا؟ بعد شويه هوقف العلاج، اوكي ما عنديش مشكله خالص. بس فكره ان انت تاخدها برضو على صدرك كده وتقولي لا انا مش هاخد علاج، انا همشي بنظام غذائي ورياضه وخلاص على كده، انت بتجهد البنكرياس اكتر الفتره دي، وبالتالي حضرتك بقى الموضوع بقى صعب جدا عليك. اتمنى ان تكون المعلومه وصلت. الاثنين مع بعض، الدواء بتاع السكر مع النظام الغذائي، ونبدا النهارده